ليس انتقادا أو استنقاصا، ولكن من ناحية الفضول، هل فكرت في تغيير شعر وجهك أو إزالته أو تربية بشكل يتناسق مع الوقت الحاضر؟ هل تفكر في مثل هذا الأمور أم ترى الموضوع بشكل آخر؟ حبي لك. أتقبل سؤالك برحابة صدر وأحاول أن أجاوبك بجواب يساعدك أن تفهم الأمور كما أراها. أخي الكريم، الوقت الحاضر الذي تتحدث أنت عنه، وكما قال لي أحد الأصدقاء، الرأي العام أو الذوق العام، هذه الأمور أنا أراه بصراحة الوقت الضائع، الوقت الذي ضاع فيه الوعي، لأن هناك صار الأمر طبيعي أن يذهب الرجل ويحلق وجهه يوميا بشفرات حادة ومواد كيميائية، ولا يقف هناك، وإنما يذهب إلى أحد لينفخ وجهه عمليات بلاستيكية. أصبح هذا الأمر طبيعي لأنه يتناسق مع الوقت الحاضر الذي تتحدث أنت عنه. أنا أرى الوقت الحاضر بشكل آخر. لدي الوقت الحاضر هو أن أنام مع غروب الشمس وأصحى قبل الفجر وأصلي وأسبح في الماء البارد، غسل اللحية، ومن ثم أقطع الحطب، أعمل النار، أجر الماء، وأتأمل في الوقت الحاضر أن أكون حاضرا لكي أعرف ماذا أفعل. لم أكن يوما عبيدا ولا سجينا في سجن الذوق العام أو الرأي العام أو الوقت الحاضر الذي أيضا أراه غياب الوعي بشكل أصبح الإنسان مجرد قشرة للب غادر من زمان. أما عن ترتيب اللحية فهي جميلة هكذا أو هكذا مهما كانت، لأني أحبها ومرتاح بها. حبي لكم.